السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق. حبيبي يا رسول الله، ازيكم حبايبي واخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايه لكم بوصفة جديدة وفيديو جديد، وان شاء الله يعجبكم. ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب ودعوة حلوة من قلبكم. طبعا كلنا في رمضان لازم بنعمل حلويات. بنعمل بقى كنافة جلاش، كل يوم بنعمل ايه وصفة جديدة ان شاء الله تعجبكم. عملت لكم الكنافة وعملت لكم القطايف في البيت. الطريقة كانت حلوة الحمد لله، وكتير ناس شكرت لي فيها. هعمل بقى النهارده جلاش بطريقة حلوة قوي وبالشكل اللي انتوا شايفينه ده. والفيديو اللي بعد ده هيبقى تحفة، هذا هيعجبكم جدا، لان عامله لكم وصفة جميلة جدا موفرة جدا. احنا بندور على الحاجة الموفرة في البيت. هنعمل جلاش مع بعض. ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب ودعوة حلوة من قلبكم في الكومنتات. وكل سنة وانتم طيبين، ربنا يجبر خاطركم زي ما بتجبروا خاطري في الكومنتات. ربنا يأجركم على هذا. اول حاجه طبعا هقول لكم، طبعا احنا هنجيب بقى الجلاش. شايفين الجمال؟ شايفين الجمال؟ حاجه كده يعني، لو حابه تخرجي بقى بره خدي حاجه معاكي زي كده. اول حاجه كده نسمي الله. معايا لفه من الجلاش. احنا هنعمل، بصوا دي اول لفه. فهقول لك طريقتين حلوين قوي للف الجلاش. منهم طريقه موفره جدا وبرضه هتديكي نفس النتيجه وهتبقى ممتازه بصراحه. يعني الأمانة أنا اللي عملت الطريقة التانية عجبتني قوي، طلعت موفرة أكتر معايا. أول حاجة هفرد الجلاشة كده، باخد ورقة واحدة بس من الجلاش وبدهنها بالسمنة كده من جوه، وبطبقها طبقتين كده، وارجع برضو ادهنها تاني واطبق وادهن تاني واطبقها كده زي ما انتوا شايفين كده. بلم الجلاشة زي ما انتوا شايفين بالزيت بالسمنة كده معايا. وبعد كده عايزة بقى اعملها الوردة، فاروح افضل الف كده فيها. وفي اخر حتة بسيطة خالص اروح حطها في قاع الوردة من تحت علشان تبقى معايا. لما احط حشو ما تبهدل، يعني الحشو بتاعها ما ينزلش. تمام. هعمل كل يعني اللفة دي انا عملتها كلها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. اللفة اللي بعدها بقى كان فيها التوفير، توفير التوفير، وعملت معايا ما شاء الله صينية، وصينية كبيرة جدا كمان. شوفوا بقى، يعني دي عملت صينية صغيرة خالص. اما التانية عملت معايا صينية وصينية كبيرة والله، وقطعت معايا كمية ممتازة. شايفين بقى بتلف بعد ما بتلفيها بتظبط معاكي كويس، او موضوع سهل جدا. لو عندك 10 لفات بالطريقة دي والله العظيم هتلفيهم وياخدوا معاكي وقت. ده غير الشكل والنتيجة في الآخر بتبقى ممتازة والشكل تحفة. وبتشجعي، يعني بتشجعي يعني النفس، العين بتاكل قبل البق. يعني انتوا عارفين ان العين بتشوف الحاجة كده جميلة وشكلها حلو، فتبقى حابة ان انت تدوقيها. بفضل الف كده واجي في اخر قطعة، في اخر حتة خالص من الرول بتاعي، واروح ايه حطاه في قاع الوردة من تحت بالظبط. علشان لما اجي ادهنها احط لها الشربات، واحط لها السيرم يعني بتاعها، واحط لها المكسرات ما تنزلش خالص منها. وعلى فكرة اللفة دي سهلة قوي قوي في الجلاش بصراحة. يعني انا عملته بكذا طريقة قبل كده ولفيته بكذا لفة، بس بصراحة اللفة دي يعني انا شايفاها اسرع حاجه ممكن تلفيها لما تكوني مستعجله وعايزه تعملي حاجه حلوه. بتطلعي الشكل ممتاز وكمان الطعم، وبتبقى شكلها بصراحه جميل جدا. وفي الحشو بتاعها ممكن تحطي فيها كريم جانتيه، ممكن يعني الحشو ده براحتك خالص. دي بقى تاني لفه. انا خلصت اول لفه، دي تاني لفه. تعالوا بقى نشوف احنا وفرنا ازاي في تاني لفه. اول حاجه انا بفرد الجلاش كله في طبق في الصينيه كده، وزي ما انتم شايفين لازم اغطيه علشان ما يتهواش، لان الجلاش بينشف بسرعه. فلازم اغطيه كويس جدا، واكون وطبعا اخد الطبقه اللي اخدها اكون مغطيه اللي بعدها على طول. بصوا بقى، هقول لك بقى احنا لفينا ازاي في التانية دي او وفرنا ازاي. انا قسمت الورقه نصين، يعني بطولها كده، ورحت قسمها على بعضها. سيبنا من الورقه دي لان الورقه دي كانت مقطعه. بس بصوا، حتى لو ورق مقطع معاكي شوفوا يعني تستغليه. اللفه دي ميزتها ان انتي مش هتهدري حاجه من الورق خالص. هيطلع معاكي كميه اللفه بتاعتك كلها تطلع بنفس الشكل برضو زي ما انت عايزه. بصوا بقى، انا هفرد الورقه زي ما انتم شايفين كده. بصوا اللفه دي كانت يعني تحس ان مقطعه كده، غير التانية كانت طازه جدا. هقسمها نصين تمام، وهدهن من جوه واقسمها واروح دهنه كده من على الوش. وزي ما انتم شايفين كده انا قسمتها نصين بعد ما طبقتها. وهبدأ الف. شوف هتطلع معايا برضو نفس النتيجة، وهتطلع معايا الوردة كويسة جدا وشكلها حلو وملفوفة، وكمان هتبقى موفرة معاكي لان هتقطع معاكي ضعف الكمية.
يعني لو أنا مثلًا طلّعت مثلًا 20 وردة من الجلاش، لأ هاطلّع كده 40 واحدة، بدل ما أطلّع 20 هاطلّع 40. تمام كده؟ شايفين ما شاء الله الصينية مليانة، التانية كانت صينية واحدة صغيرة وهاطلّعها دلوقتي هتشوفوها، أول حاجة هتطلع من الفرن طبعًا، ودي كانت الصينية التانية، وحطيت عليها سمنة من على الوش كده، ودي دي أول صينية طلّعتها، شايفين مش باينين في الصينية الصغيرة. بدأت كده أسقيها بالشربات أو السيرم بتاعنا. طبعا أنا لما كنت عاملة معاكم الكنافة وقلت لكم أنا عاملة كيس شربات، كيس سكر يعني، فقلت لكم إن أنا هستخدمه في حاجات كتير تانية. فالحمد لله أنا عملت بيه حاجات كتير، يعني ما كانش كيس كيلو السكر ما استخدمتوش لحاجة واحدة، يعني أنا عملت بيه كنافة وجلاش وقطايف، فعملت بيه كل حاجة. طبعا هبدأ بقى أرص. شايفين دي كانت كمان يعني نسيتها وأنا بالِف في يعني تحسّي إنها احمرت شوية، لكن هي بصراحة كانت مضبوطة وطعمها كان تحفة. هنبدأ بقى نحط كده نرصها في الصينية، وهاجي طبعًا بقى التزيين ده ليكِ حرية الاختيار فيه. أنا حطيت عليها الفستق الكدّاب، هانزّل لكم الفيديو اللي بعد ده، وبجد هو فعلًا طلع حاجة كده روعة، وكمان بيدّي شكل في التزيين والطعم حكاية بصراحة. عملته بطريقة حلوة أوي، إن شاء الله تعجبكم، هانزّلها لكم بإذن الله بعد الفيديو ده على القناة. ما تنسوش تجرّبوه، والله العظيم ما هتندموا، اللي هيجرّبه يعني هتعتمديه، مش هتجيبي الفستق ده تاني أبدًا، وحتى لو متوفر ورخيص مش هتجيبيه. هنبدأ بقى الصينية التانية طلعت اهي، شايفين بقى كده مطلعة لونها دهبي. الكاميرا ظلمها والله العظيم، لونه كان دهبي وكان شكله تحفة. الكاميرا مغمقاه او مش ظاهرة اللون قوي. بصوا، لكن انا هوريك واحدة دلوقتي بعد ما تبرد بس كده انا بسقيه. هو كان السيرم بارد والجلاش معايا سخن. شايفين لونه عامل ازاي؟ بس كان سخن مكنتش عارفة امسكها خالص، بس كان شكله تحفة بصراحة. انا الصينيه اللي انا عملتها دي بألف هنا وشفا، اللي كل منها بجد والله ما قعدت، يعني ما باتتش في ساعتها كده، كانت متاكله. بألف هنا وشفا اللي كل حاجه. بص بقى، علي هنا اللي كان بيحط، اللي يا ماما بقى تزوقنا شويه. بص بقى التزيين ممكن تحطي برضو، انا حطيت برضو فول مكروش وكمان جوز الهند. يعني التزيين ده ليكي حرية الاختيار فيه. في ناس بتاكله كده، يعني بتسقيه بس الشربات او السيرم وخلاص على كده، لكن انا طبعا حبيت ان انا ازينه، وكمان ان انا عملت الفستق الكداد ده وطلع ممتاز وكان حاجة روعة بصراحة. بالدليل ان شكله شايفين عامل ازاي، يعني اللي يشوفه يقول ما يقولش ان هو فستق كداب خالص. وانا الحقيقه ما قلتش في ان هو فستق كداب، وهم فعلا تصدقوا ان هو فستق في الاول. بصوا بقى، كل اللي كان منه شكر فيه جدا. هحط بقى هنا الفول المجروش وكمان جوز الهند، بس مش هكتر، انا حطيت حاجات بسيطه خالص، يعني هما بس 4 وحدات او 5، لكن الباقي عملته بالفستق كده. شايفين بقى الجمال؟ ايه رايكم في الحاجات الجميله دي بقى؟ استنوا مني بقى فيديوهات ان شاء الله للحلويات كتير تشكيلة، واي حاجة تطلبوها ان شاء الله اعملها لكم. في قولوا لي بس في الكومنتات وان شاء الله، قولوا لي بس في الكومنتات وان شاء الله اعمل لكم كل جديد. ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب، وباي باي.